السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ تعالوا النهارده نتخيل ان انا لسه جاي جديد على كندا وعايز ادور على شغل. ايه الخطوات اللي انا ممكن اعملها ابتداء من بكره عشان اعرف الاقي شغل بشكل اسرع؟ وهنا على اعتبار ان انا هدور على شغل اللي هو ليه علاقه اللي هو الشغل المؤقت، يعني اللي هو كاجوال ورك، لحد ما الاقي الشغل المناسب اللي هو في المجال بتاعي بقى والوظيفه بتاعتي. هنقسم الفيديو النهارده لجزئين. الجزء الاولاني هقول لك ايه الخطوات اللي انا هاخدها بالتفصيل. الجزء الثاني هقول لك بقى رايي في الشغل ونقطه الخلاف بقى اللي الناس بتتناقش فيها، يعني ما بين يعني ناس مؤيده ومعارضه لموضوع لفكره السفر، يعني من ناحيه الشغل بس. مش هتكلم على اي جوانب تانية من جوانب السفر او الهجره، يعني اتكلم بس من ناحيه الشغل. اول حاجه هكون بفكر فيها طبعا على اعتبار يعني ان انا مجهز السي في بتاعي قبل ما اجي، هو هشتغل على الريكومنديشن. هشوف في شبكه العلاقات بتاعتي مين اللي بيشتغل الشغلانات المؤقته او يعرف حد، او مين باختصار يقدر يساعدني او يعمل لي ريكومنديشن في اي شغل من الشغلانات اللي انا عايز اشتغلها اول لما اجي. الريكومنديشنز هنا في كندا بتشتغل جدا، وليها دور كبير جدا. والريكومنديشن ممكن فعلا يأثر بشكل كبير، يعني لو في كذا حد متقدم وفي واحد معمل له ريكومنديشن، ممكن الشخص ده يتقبل بكل سهوله عادي لمجرد ان هو معمول له ريكومنديشن. مش عايز اقول ان هي كوسه، او هتكلم على مجالي انا تحديدا لان ده انا شفته بعيني، مش هتكلم على كل المجالات ومش هعمم الموضوع عشان ما يبقاش بنفتي. لازم تكون بتعرف تعمل الشغلانه. يعني لو اعمل لك ريكومنديشن وانت يعني مش هجيب ابن اختي مثلا اعينه في الشركه او ده حبيبنا، لا، ما شفتش ده الصراحه. ممكن يكون حد اقل شويه بس معمول له ريكومنديشن يشتغل عن واحد يكون مهاراته اعلى. دي انا شفتها وبتحصل كتير هنا. فالريكومنديشنز مهمه جدا. لو تعرف حد يعمل لك ريكومنديشن في اي شغل انت عايز تشتغل فيه، ده هيكون عامل اساسي كبير جدا باذن الله. بس طبعا هنا الريكومنديشن انت لازم يكون الشخص اللي بيعمل لك ريكومنديشن ده هو حد في شبكه علاقاتك، حد انت تعرفه اصلا. يعني مفيش حد هيعمل لك ريكومنديشن من غير ما يعرفه، يعني هو في الاول وفي الاخر هتبقى في وشه وبتاع، فلازم يكون حد انت يعرفك شخصيا. فدي اول حاجه. الخطوه الثانيه اللي هعملها واللي ما تقلش اهميه برضو عن الخطوه الاولانيه، هي فكره ان انا اروح لمركز خدمة المهاجرين. ليه مركز خدمة المهاجرين؟ لأن الخدمات والمنافع اللي انت ممكن تاخدها منه هناك كتيرة جدا. بس خلينا نتكلم على موضوع الشغل. أول حاجة هو ممكن يراجع معاك السي في بتاعك ويشوف ده يعني ماشي على السي في الطريقة الكندية. كلمة بتضايقني جدا يعني، بس يعني ده الوضع. يعني هيراجع معاك يشوف ان انت ده تمام ولا مش تمام، مش عارف ايه، هيظبط لك الدنيا في الحته دي. الحاجه التانية هو ممكن اساسا بناء على خبراتك وبناء على السي في بتاعك، ممكن هو اساسا يرشحك لشغل او يجيب لك شغل او تسجل عندهم لما يظهر عندهم وظيفه مناسبه ليك يكلموك وهكذا. تالت حاجه واللي بالنسبه لي جامده جدا، هي فكره ان انت ممكن يكون عندهم كورسات. مش ممكن، هو الغالبيه العظمى يعني هتلاقي عندهم كورسات ان هو بيفهمك سوق العمل في البلد. وممكن كمان تلاقي كورسات متخصصه في المجال بتاعك انت. يعني ممكن تلاقي مثلا ورك شوب مخصصه للناس اللي بتشتغل في الاي تي مثلا. انا بقول مثلا، مش بس هو في حاجات كده. انا مثلا شفت حاجات ليها علاقه بالاداره دي كتير. ده غير كمان ان انت ممكن تلاقي ورك شوبس ليها علاقه بان انت لو عايز تبقى مستقل، يعني انت مثلا تبقى فريلانسر او عندك شركه او بتعمل بيزنس خاص او الكلام ده، هتلاقي برضو ورك شوبس. واتكلمت انا عن الموضوع ده كذا مره قبل كده. دي حاجه من الحاجات المهمه. وللاسف في ناس كتير، يعني انا بقابل ناس بيكون بقالهم فتره هنا في كندا ما يعرفوش حاجه عن موضوع مركز خدمه المهاجرين ده. فالموضوع ده ممكن يوفر عليك كتير قوي، يوفر عليك وقت كتير ويساعدك ان انت تعدي حاجات كتير في اول ما تيجي بسرعه. الخطوه الثالثه اللي انا ممكن اعملها هو ان انا طبعا انا ابتدي ادور على وظائف اونلاين. مثلا خلينا ناخد على سبيل المثال جوب بانك. بس الفرق بقى اللي انا ممكن اضيف اللي انا اعمله دلوقتي، انت ممكن بتدور على وظيفه بتقدم عليها سواء ابلكيشن او بتبعت على الايميل او غيره. يعني ممكن بعد ما بقدم باخد رقم التليفون واتصل بيهم، والله انا شفت الاعلان بتاع الوظيفه على الموقع الفلاني وانا عملت الابلكيشن، وانا بتصل وبعمل فولو اب، هل وصلكم مش عارف ايه، انا مهتم بالشغل معاكم، وانا ممكن مستعد للانترفيو بالتليفون او ان بيرسون وهكذا. يعني اكيد مش هتبقى حافظ الكلام كله، بس اكيد الكلام هيجيب بعضه، بس تبقى منظم يعني وعارف انت بتقول ايه. الخطوه الرابعه بقى وهي ان انت تنزل المولات وتدور على شغل في المولات. طب ليه انا بقول لك كده؟ انا بنزل مثلا المولات، او مش شرط المولات يعني، بيبقى في اماكن بيبقى فيها تجمع محلات كتير وسوبر ماركتس ومطاعم في كل حتة. يعني دي بيبقوا ساعات كتيرة جدا بشوف يوفط مكتوب عليها مطلوب وي ار هايرنج مثلا او حاجه. ده انا لو بدور على شغل، انا ده ممكن اروح. تمام، ممكن اروح اسال. لو طبعا لو مش مطلوب
حاجه معينه بعينها يعني. لو اللي هو احنا بندور على حد، هروح ممكن اعرف تفاصيل عن الوظيفه، انا بدور على وظيفه، انا بشتغل كذا 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 وبعمل كذا، فايه تفاصيل الوظيفه، ايه الكلام ده كله. دول الاربع خطوات دولت اللي انا ممكن اعتمد عليهم بشكل اساسي لو انا بدور على وظيفه. طبعا ده ممكن ما يكونش كل حاجه، ممكن يكون في طرق تانية اللي انت تلاقي وظيفه او تلاقي شغل بشكل اسرع من اللي انا بقوله ده. لو انت لسه جاي جديد ممكن تجرب الحاجات دي، ممكن برضو تسال ناس، ممكن يكون في حد تاني عنده افكار تانية احسن من دي وهكذا. تعالوا بقى ندخل على الجزء التاني، وهو رايي انا الشخصي في الشغلانات اللي هي المؤقته. تمام. طبعا احنا الكلام اللي اتكلمناه اللي فات ممكن يبين لك شويه ان الدنيا وردي شويه والكلام منظم وجميل وحلو وبتاع، لكن في الحقيقه الموضوع ما بيمشيش كده يعني. زي على اسمه السويسي، ما تحسبش كده يا صاحبي يعني. الموضوع هتلاقي اصعب من كده. ليه؟ لان انت دلوقتي ممكن تعمل كل الخطوات دي وما تلاقيش شغل اصلا يعني، فهتحس باحباط، فهتضطر تعمل ده مره واثنين وثلاثه وتدور على طرق تانية والكلام ده. فالموضوع ما بيبقاش سهل. او ان انت ممكن تكون حظك كويس فتلاقي شغل على طول من اول ما تطبق اول حاجه او تاني حاجه من الكلام اللي احنا بنقوله ده. تمام. بس تلاقي نفسك انت مش مبسوط في الشغل، هتلاقي نفسك الشغل مقرف، هتلاقي الفلوس قليله على المجهود اللي انت بتبذله، حاجات زي كده كتير. مش هتبقى وظيفه الاحلام يعني. خصوصا بقى لو انت واحد شغال اساسا في بلدك، شغال شغلانه كويسه وبتقبض كويس وكنت مستريح. تمام. وهنا الناس بتيجي بتتصدم بالحته دي. انا هنا مش بقول لك ان انت لو انت شغال كويس ما تجيش، لا ما بقولكش كده طبعا. انا مثلا بالنسبه لي انا كنت الحمد لله كنت شغال كويس، كنت بقبض كويس. حتى لما كنت شغال في شركات مصريه كنت بقبض كويس، كان المرتب بتاعي كويس. ولما اشتغلت في شركات اجنبيه ريموتلي المرتب بتاعي كان كويس جدا برضه، وكنت بقبض باليورو والدنيا كانت حلوه جدا يعني. برغم كده قررت ان انا اسافر. ليه اسافر؟ عشان عندي هدف واضح ومركز عليه. هو انا عايز ايه من السفر؟ انا عايز حاجه معينه. انا كنت عايز اشتغل في الشركات الكبيره اللي بتعمل الشغل الجامد قوي اللي احنا بنشوفه. فده كان هدفي، ده هدفي الاساسي. حتى ما كانش هدفي الهجره وان اروح واخد جنسيه واعمل والكلام ده كله. ما كانش هدفي، ما كانش في دماغي. انا كان كل اللي في دماغي ان انا عايز اروح اشتغل. حتى كنت بفكر هو سنه سنتين وهرجع تاني. فخلاصه الكلام اللي هو انت لازم يكون عندك هدف واضح وصريح ان انت ليه عايز تسافر، ايه الهدف من ان انت عايز تسافر كندا. لان انت بتلاقي ناس، وده نقطة الخلاف اللي انا بقول عليها، ان بتلاقي ناس بتيجي تقول يا عم انا ايه اللي يروح ويبهدلني وغربة واللي جاي على قد اللي رايح انت بتلاقي ناس بتقول كده كتير. في ناس بتقول كده كتير وده كلام صح منطقي. تمام. غالبا الناس اللي بتقول كده هم ما عندهمش هدف واضح وصريح من السفر. هو عايز يسافر تطلعا لحياة افضل، بس ما فيش حاجة ملموسة في ايديه. يعني مثلا هو ممكن يكون هدفه ان هو عايز يشتغل في وظيفة كويسة، بيقبض كويس وعايش مستريح. تحقق ده بقى في بلدك، في بلد تانية، تعملها فريلانس في بيتك، ايا كان هدفك ان انت تبقى بتقبض كويس وعايش مستريح. تعملها فين مش هتفرق. فالناس دي بتلاقي ان هو يقول لك لا، ما انا يعني مش عايز السفر، يعني ليه يبهدلني. عندهم حق 100%. تمام. تعالى على المقابل واحد تاني عنده هدف معين، ايا كان الهدف، ايا كان هدف ايه. مش شرط ان هدف بالنسبه لي مهم يكون بالنسبه لك انت بنفس الاهميه. تمام. ممكن انت بالنسبه لك الهدف بتاعي يا عم انا بهدل نفسي عشان اللي انت بتقوله ده. تمام. لكن بالنسبه للشخص اللي عنده هدف معين في حاجه معينه، ده بالنسبه له ممكن يقدم تضحيات عشان يوصل للحاجه اللي هو عايزها ايا ما كانت ايه هي. لو واحد مثلا جاي هو هدفه هو عايز الباسبور، لا هيقول لك انا اضحي ممكن بالوظيفه، انا اضحي مش عارف ايه، انا اضحي بايه، اضحي بايه، اتعب شويه بس عشان اوصل للهدف اللي انا عايزه. واحد تاني مثلا هدفه ان هو عايز يعيش في دوله برد، هو خلاص مش قادر يتحمل الحر بتاع مصر مثلا انا عايز اعيش في دوله عايشني في ثلاجه. وده اكيد احنا كلنا الخناقه بتاعت كل سنه، الناس تحب الصيف والشتاء والكلام من ده بالنسبه له هدف. لا يا عم اروح اعيش واستحمل. انا بالنسبه لي ده هدف اي كلام. ايه يا عم انت بتقوله؟ بس هو بالنسبه له هو هدف ممكن يقدم تضحيات عشانه. ففكره اللي هو انت لا ما تبهدلش نفسك، بهدل نفسك مش عارف ايه، هو انت عايز ايه فيما بعد البهدله بقى؟ انت هتوصل لايه؟ ده اللي انت لازم تبقى عارفه ومحدش هيعرفه غيرك. تمام. خليني اقول لك على مثال كده برضو يوضح لك الفكره اكبر. يعني انت دلوقتي تخيل ان في اتنين كل واحد عنده 23 24 سنه، الاتنين شغالين نفس الوظيفه، الاتنين بيقبضوا نفس المرتب مثلا، ولكن واحد قرر ان هو خلاص عايز بقى يتجوز ويجيب شقه ويجهز نفسه ويعمل وبتاع وكل القصص دي. هتلاقيه بيشتغل الشغلانه دي، الوظيفه اللي هو بيقبض منها كويس،
وبيشتغل شغلانه تانية، ولو في شغلانه ثالثه يقدر ينزل يشتغل اوبر او اللي هو بتاع السكوتر ده او اي حاجه، هيعمل كل ده. يعني دي حاجه مريحه؟ طبعا لا، بتستنزف صحتك وبتستنزف نفسك وبتستنزف مش بتستنزف بقى فلوسك، يعني بتحرم نفسك من حاجات كتير عشان تشيل، بتحرم نفسك من لبس، من خروجات، من كل الكلام ده. ليه؟ عشان عندك هدف واضح. طب تعالى بقى الشخص التاني ده، واحد سنجل، ده ما عندوش اي هدف ان هو يتجوز، ما عندوش اي خطه للجواز خالص، او ما عندوش اي خطه لاي التزام من اي نوع الفتره دي. تعالى اقول له انزل، تعالى يا عم ده في فرصه شغل تانية، انزل واعمل فلوس وبتاع، يقول لك لا يا عم انا تمام، انا ما اقدرش. هو هيحس ان هو مش قادر، يعني فاهم اللي هو لا يا عم انا اخر، انا بروح يا عم، انا دوبك بقعد اتفرج شويه على يوتيوب، ولا اتفرج على فيلم، ولا بتاع، اقعد شويه مع اصحابي على القهوه وانام. هتلاقي هو هو مش متقبل فكره ان هو يبهدل نفسه. ليه؟ لان مفيش هدف من ورا ده. تمام. فهي نفس الفكره، هي نفس الفكره برضو في السفر وكل القصه دي. فهو في الاول في الاخر انت شايف ايه فيما بعد السفر؟ هل انت في عندك هدف فيما بعد اللي هو يستاهل فعلا التضحيه دي، ولا لا انا هدفي ان انا اشتغل شغلانه كويسه وبتاع واقبض كويس؟ ففي الحاله دي لو انت محقق ده في بلدك فخلاص، ما انت ما فيش معنى ان انت هتيجي انت اي حاجه هتقف قدامك هتحبطك وتقول لا يا عم انا عايز ارجع بلدي. اتمنى ان الفكره تكون وصلت، واتمنى ان الفيديو كان فيه اي حاجه مفيده، واشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. سلام عليكم.